في أكلات مجرد ريحتها بس ترجعنا لأجمل ذكريات العمر. لمة العيلة على سفرة واحدة في الأعياد والمناسبات العائلية. النهاردة مش بنعمل أكل عادية، النهاردة بنعمل فخامة الأكل المصري، صينية الرقاق باللحمة بطعم يخطف القلب حرفيا. هقولك على أسراره من الألف للياء، ولو كنت عروسة جديدة وما عملتهوش قبل كده ركزي معايا ويلا بينا نبدع. بس إذا كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان توصلك كل إشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. أول حاجة معانا هجيبها الرقاق بتاعي بجيبه من مكان مضمون وموثوق ونضيف، ويكون رقاق خفيف جدا مش من النوع التقيل او زي الخشب كده علشان تقسميه. انا الرقاق بتاعي خفيف جدا ومش مستحمل ان انا امسكه بايدي زي ما احنا شايفين كده. شايفين حتى لونه واخد التسويه او اللون الحلو الوسط، لا محروق قوي وفيه بني، لون بني كتير، ولا ابيض خالص. شايفين تسويته جميلة وخفيف جدا جدا. بجهزه على جنب وتعالوا نشوف هنعمل ايه. في صينية على النار هنزل بمعلقة من السمنة البلدي الحلوة كده، او ليا لو حابة تحطي ليا مفيش مشكلة، لكن انا حطيت معلقة كبيرة من السمنة البلدي. هنزل بعد كده بنص كيلو من اللحمة المفرومة، واللحمة المفرومة بتاعتي ما فيهاش نسبة دهون كبيرة. هبدأ ان انا اعصجها كده واقلبها علشان تتفتفت معايا، واعصجها كويس اديها تشويحة حلوة. وهنا لازم النار تكون عالية، يعني انزل باللحمة في الطاسة تكون النار عالية علشان اللحمة تلم الانسجة بتاعتها بتلم فتستوي اسرع. هبدأ بقى ان انا افتت فيها كده واكمل تشويح زي ما احنا شايفين كده لغاية لما لونها يتغير تماما، واقلب كويس. هنا بقى تمام، اللون بتاعي اتغير تماما واللحمة قربت تستوي. هكون مجهزة بقى بصلاية كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة كده زي ما احنا شايفين، وده انسب طريقة للبصل في وصفة الرقاق. انا هنا مش ببشر خالص البصل، انا بقطعه مكعبات زي ما احنا شايفين بالظبط. هكمل بقى تشويح البصل مع اللحمة تشويحة حلوة كده، وبعدين هنزل بمعلقة كبيرة من السبع بهارات. والبهارات بتاعتي الأساسية اللي أنا بحطها هي السبع بهارات والملح والفلفل بس، مش أكتر من كده يا جماعة. أنا هنا حطيت السبع بهارات وهنزل بالملح والفلفل. الملح عندي لونه بينك شوية لأنه ملح الهيمالايا. بنصحكم جدا تغيروا نوع الملح الهيمالايا أو ملح البحر، ده أصح حاجة يا جماعة، ليه فوائد كتيرة جدا عن الملح الطبيعي أو العادي اللي احنا بنستخدمه. كفاية إنه غني بالمعادن اللي محتاجها الجسم. تمام كده، أنا عصقت اللحمة تمام بالبصل واضفت البهارات وملح وفلفل. هنزل بقى هنا بحبايه كبيره من الطماطم المبشوره او حبايتين من صغيرين من الطماطم مبشورين. فهنا لازم انزل بيها مبشوره مش معصوره، لان انا محتاجاها تكون جوسي وفي نفس الوقت مش سايله بعصير طماطم. انا محتاجاها تدي طعم حلو او تست حلو كده في الطعم، لكن انا مش محتاجاها تكون بعصير طماطم، مش محتاجاها تكون صلصه. تمام. هقلب بقى تقليبه حلوه كده زي ما احنا شايفين، وهبدأ ان انا اغطيها واسيبها على نار هادية جدا. هنا تمام كده استوت بعد تقريبا 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، 10 دقايق بالظبط استوت معانا وبقت زي الفل. هطفي بقى عليها النار، والنتيجة النهائية معايا هي جوسي كده لكن مش مدية صلصة، او لما احطها على الرقاق بتاعي تسيل صلصة. فانا محتاجاها جوسي بس كده زي ما احنا شايفين. في صينية اكبر حجم عندي هدهنها سمنة بلدي كده دهنة حلوة، وهبدأ ان انا اجهز التشريبة بتاعت الرقاق. عندي شوربة بط بلدي حلوة، وفي نفس الوقت ممكن تعمليها بشوربة لحم عادي خالص مفيش مشكلة. انا اللي كان متاح عندي شوربة بط بلدي حلوة، صفيتها من البصل والطماطم والحاجات اللي فيها، ونزلت هو غالبا تقريبا كوبايتين 3 من الشوربه، ونزلت عليهم بكوبايه من الحليب ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان تورق معايا، بس للاسف ما صورتهاش. وتمام كده، هي دي التشريبه بتاعتي. هتملحيها لو الشوربه ما فيهاش ملح، لكن انا محتاجتش ملح. ممكن تحطي معلقه من السمنه البلدي برضو على الوش تقلبي معاها، لكن انا الشوربه عندي للامانه تقيله ودسمه بزياده فمش هكمل، مش هحط عندي تاني سمنه يعني. هجيب بقى واحده واحده من الرقاق او راق من الرقاق بتاعي، هبدا ان انا اشربه او اغطسه كده زي ما احنا شايفين. لو الصينيه بتاعتك كبيره نزليه كله وطلعيه، لو بتاعتك صغيره يبقى تعملي زي ما انا بعمل كده، هتشربي واحده واحده بالكبشه كده. لازم كلها تتشرب كويس جدا، مفيش حته فيها ما تكونش متشربه.
من التشريبة بتاعتي. هبدأ بقى اني كل راق اشربه احطه في الصينية. ده اول راق. هجيب تاني راق معايا واشربه بنفس الطريقة. حاولي يعني انا بغطسه كله لانه هو اصغر من الصينية بصراحة، لكن هو زي ما قلت لو الصينية اصغر عندك لا يبقى شربيها بالكبش زي ما انا بعمل. ابدأ بقى ان انا احط راق فوق راق واضغط عليها. في كل رقين هدهن دهنة سمنة كده. ليه كل رقين؟ لانه انا زي ما قلت الشوربة عندي دسمة جدا، ففيها نسبة دهون عالية. لكن انت لو ما عندكيش الشوربة دسمة لا كل راق تدهني ما بينهم دهنة سمنة. فانا كل رقين ادي رقين، انا كل اللي هعملهم 4 رقات تحت و4 رقات فوق. هبدأ بقى ربع راق اهو، واغطسه برضو واضغط كده بشويش علشان يطرى معايا. بعدين هنزل بقى باللحمة بتاعتي، اللحمة المفرومة بتاعتي في النص كده بالظبط، علشان ما تطلعش بره الحواف بتاعتي وتتحرق. فانا هبقى حريصة ان انا اسيب نص سنتي كده من اطراف الصينية علشان ما تتحرقش بتاعت اللحمة بتاعتي معايا، واول ما تطلع بره الاطراف كده. انا عملت 4 رقات تحت اللحمة، بعمل 4 رقات فوق اللحمة برضو غطسهم بنفس الطريقة، وهنزل براق راق فوق التاني، وهكذا لغاية ما بخلص ال4 رقات التانيين. يبقى انا كده 4 تحت و4 فوق. وهبدأ بقى على الوش ان انا ادي دهنة سمنة بلدي تاني، او لو عندك قشطة، انا ما كانش متوفر عندي قشطة بلدي، بتخلي الطعم في حتة تانية خالص بصراحة. هدهن كويس خالص بسمنة بلدي الوش، وهبدأ ان انا ادخلها الفرن، والفرن مسبق ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، رف اوسط طبعا. احط في الرف اللي في النص، بس بقطعها الاول قبل ما تدخل زي ما احنا شايفين كده، علشان تبقى سهل عليا ان انا اقطعها بعد ما بتطلع. بقطعها وبحاول ان انا ما بهدلهاش وهي بتتقطع. يبقى رف اوسط 180 درجة، بتاخد من 25 ل 35 دقيقة بالظبط. وبعدين بتفتح عليها الشواية. انا فتحت المروحة الداخلية علشان انا عندي المروحة الداخلية بتوزع الحرارة. انت بقى تفتح الشواية براحتك لو حابة الوش مقرمش. انا بحب الوش مقرمش. تمام كده. طلعت معايا احلى والذ صينية رقاق باللحمة ممكن تتخيليها. ريحتها رهيبة، طعمها جامد، ولونها الذهبي فعلا يخطف النظر قبل ما تاكلي. عايزة اقول لكم بجد بجد جميلة ومورقة زي ما احنا شايفين كده. طعمها لذيذ جدا جدا، مش فارقة كتير عن طعم الجلاش من حلاوتها ومن كتر ما هي خفيفة. بشجعكم جدا تجربوها وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، ده حاجة بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. ما تنسوش بقى اللايك والشير لكل حبايبكم. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.